السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين ديالي الأوفياء، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد على القناة. وفي إطار تحضير حلويات العيد اليوم جبت لكم حلوى اقتصادية بعجين واحد، تقدروا تخرجوا 3 ديال الأشكال أو الأكثر أو لا أقل، المهم على حساب كل واحد، بمكونات بسيطة وسهلة التحضير وما كتاخدش معكم الوقت بزاف. إذا تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير، هنايا عندي 250 غرام ديال الزبدة مارغرين الخاصة بالحلويات، ضفت عليها كاس ديال سكر سنيدة، غربلتو مزيان وحيدتلو هادوك الحبيبات اللي كيكونوا كبار باش ان تسهل علينا نخدموها مع الزبدة. درت كاس ديال السكر كلاصي حتى هو غربلتو مزيان. ضروري تغربلو السكر سنيدة وسكر كلاصي مزيان باش ملي تخدموه مع الزبدة ما يبقاوش لكم دوك الحبيبات كبار. هنايا من بعد ما خدمتها مزيان مع الزبدة كيف كتشوفوا كنحصلوا على هذا القوام بحال، وراه ضفت واحد ساشي ديال الفاني نسيت ما ذكرتوش مع السكر سنيده. بالنسبه للكاس ديال السكر كلاصي اللي بغى يستغنى عليه ما يديروش، يدير غير 2 كيسان ديال السكر سنيده. هو السكر كلاصي كيضيف واحد القرمشه للحلوه، كتجيك رطبه وفي نفس الوقت كتجيك مقرمشه. من بعد كنضيف واحد 2 كيسان الا ربع، 2 كيسان الا ربع ديال الزيت، يعني كاس واحد وكاس الا ربع ما عامرش. وبالنسبه للي غيخدموا بالزبده حيوانيه يضيفوا غير كاس ديال الزيت، حيت الزبده الحيوانيه كتكون فيها يعني كيكون فيها ليدام اكثر من هذه كتكون مزيانه، يعني تضيفوا ليها 2 كيسان ديال الزيت. وصافي غادي نخدمها مع ديك الزبده والسكر مزيان حتى غتولي لي على شكل بوماد. غادي نخدمها مزيان حتى نحس بان كلشي تجانس مع بعضياتو. غادي نضيف هنايا 3 ديال الفرماجات، كيف كتشوفوا راني ما ضفتش قبصه ديال الملح صافي هنا، حيت غادي ندير 3 ديال الفرماجات حتى هما راهم يعني غيهرسوا لينا الذوق ديال السكر، وكتجي الحلوه بنينه بهاد 3 ديال الفرماجات راه كتبننها. صافي خدمت هذوك الفرماجات مزيان مع مع الخليط ديالي، وضفت ليه 3 ديال البيضات، وغادي نخلط الكل جيدا. وغادي نضيف كاس تقريبا ما عمرش ديال النشا او مايزينا، حتى هي كتلذذ هاد الحلوه هادي وكتخلي فيها واحد القرمشه زوينه. صافي غادي هنايا نبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه. انا تقريبا عندي كيلو ديال الدقيق الخاص بالحلويات طبعا، وهنايا راه غربلته عاد بديت كنضيف فيه. صافي كنبدا نضيف الخليط الدقيق بشويه بشويه حتى كيبدا كيتجمع معايا العجين، ما نقصحاش بزاف. هي كنحس بصافي العجينه بدات كتجمع في يديا، غنجي نجمعها صافي ما كنزيدش الدقيق. هنايا ضفت كيس ديال الخميره ديال الحلويات، كيس واحد فقط. وكنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه وكنجمع، ما نديرش الدقيق دقه واحده باش ما نقصحش العجين. هنايا تقريبا هزت لي الكيلو ديال الطحين كامل. وصافي كان هذا هو الشكل ديال العجين ديال الحلوه ديالنا، كيف كتشوفوا حصلت عليه بهذا الشكل هذا. كتكون العجينه رطبه حيت راه كتطلق الزيت، رطبه وكتكون سهله باش اننا نكوروها. غادي نقسم هاد العجين على 3 ديال الكرات، حيت غادي نشكل 3 ديال الاشكال الحلوه، وكل شكل غادي نسمو بحاجه باش نبدل المذاقات ديال الاشكال ديال الحلوه. هنايا بالنسبه للشكل واحد ما غادي نزيد فيه حتى شي حاجه، غادي نكتفي غير بالنكهه ديال الفانيلا اللي عندي في هذا اللي عندي في الخليط ديال العجين، ما غنزيد له حتى شي اضافات اخرى. بطبيعه الحال غادي نديرو في واحد بلاستيك او سلوفان وطيح الحلوه كتنشف، ضروري نديرو لها بلاستيك قبل ما نبداو نخدمو فيها. هنايا غادي ندير الفيرميسيل
غادي نضيفو العجين على هذا الشكل هذا. كندخلو فيه بشويه بشويه حتى كيتجانس في العجين كامل. صافي حتى هو غادي نغطيه ببلاستيك. والعجين الاخير اللي بقى ليا غادي نضيف ليه بشور ديال البرتقال. عندي هنايا برتقاله محكوكه. هنايا استعملت بشور ديال البرتقال، ممكن اللي عندها النكهه ديال البرتقال او النكهه ديال المربى ممكن تضيفها. بالنسبه هاد البشور ديال البرتقال كيعطيو واحد المذاق رائع للحلوى، كتجي بنينه بزاف. ندوزو للشكل الاول. هنايا بديت بالشكل اللي درت فيه الفيرميسيل. كنجيب واحد الطابع ديال الحلوى، اي طابع ممكن يكون عندكم تخدموا به. صافي كنشكلها كويرات بهذا الشكل هذا وكنديرها في الطابع. انا درت هذا الشكل هذا وانتم تقدروا تخدموا باي شكل عندكم، اي شكل متوفر عندكم تقدروا تخدموا به. صافي كنستمر بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الحلوى كامله. فهاد الحلوى راه تبارك الله كتخرج كميه كبيره، تقريبا كتخرج 34 حبه حتى 35 36 حبه في كل شكل. صافي كنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل الشكل الاول هو هذا. صافي غنكون سخنت الفران مزيان وغادي ندخل الحلوى وغنقص عليها حتى طيب ليا من التحت. غادي نشعل عليها من الفوق ونخليها تحمر واحد شويه. صافي وكنخرجها. هنايا غندوزو للشكل الثاني. هنايا عندي كاوكاو كونكاسي. هنايا بالنسبه للكاوكاو كونكاسي صايبته في الدار حيت هذاك اللي كيتباع بصراحه ما كيكونش فيه المذاق، هذا صايبته في الدار. خديت واحد الكميه ديال الكاوكاو، ضفت عليها الماء مغلي وخليته واحد 5 ديال الدقائق وحيدت له القشره ديالو ودخلته نشفته في الفران. الفران كان سخون ولكن عندي طافي. دخلته نشفته فيه صافي وطحنته بهذا الشكل هذا. وجبت هنايا بياض بيضه. غادي ندوز الحلوى ديالي في بياض بيضه. غادي نكورها ونديرها في بياض بيضه على هذا الشكل هذا. الحجم ديال الحبه يكون صغير، ما بين 20 25 غرام 30 الا كبرتوها كاع. صافي كندوزها في داك البياض بيضه وكندوزها في الكاوكاو كونكاستي وكندير فيها ديك التقيبه غير بالاصبع ديالي كيف كتشوفوا. وصافي وكنديرها في اللاطه ديال الفران. غادي نستمر بهذا الشكل هذا حتى غادي نكمل الحلوى ديالي كامله. هاد الحلوى كتجي لذيذه والمذاق ديال الكاوكاو كيجي فيها رائع. صافي هنايا من بعد ما كملت الحلوى كامله حتى هي غادي ندخلها للفران يكون سخون وندخلها وننقص عليها حتى طيب ليا من التحت. عاد غادي نشعل عليها من الفوق حتى هي تذهب واحد شويه ونخرجها. غندوزو للشكل الثالث. هنايا بالنسبه للشكل الثالث انا غادي نخدمو على شكل هلال. جبت واحد الغلاقه ديال القرعه كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. فهاد الغلاقه ديال القرعه يعني كتسهل علينا اننا نديروها على شكل هلال. كنرققوا الجنيبات وكنخليو الوسط غليظ بحال الشكل اللي كنديروا الكعبه. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غنكمل الشكل الحلوه ديالي كامله. وغادي ندخلها في الفران حتى هي نفس الطريقه ديال الطياب. كنشعل عليها غير من التحت كطيب من التحت كنشعل عليها من الفوق. صافي كتبدا تذهب شويه كيبدا يتبدل ليها اللون ديالها. صافي كنطفي عليها وكنخرجها. هنا راه مازال غادي نزين هذا الشكل هذا. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه ديال التزيين. فالطريقه ديال التزيين راه ساهله ومكونات بسيطه، ما غتحتاجوش مكونات صعيبه باش انكم تزينوا الحلوى ديالكم. هنا غندوز نزين معكم الشكل الثاني. الشكل الاول اللي درت معكم بالطابع غنخليه كما هو ما غاديش نزينه. هذا الشكل الثاني اللي درت فيه الكاوكاو كونكاسي غنضيف ليه الكونفيتير. هنا خديت 2 معالق كبار ديال الكونفيتير ضفت ليهم معلقه كبيره ديال السكر كلاصي درتهم في واحد الكاسرونه وغليتهم واحد شويه غير واحد 2 دقائق. وصافي وكنبدا ندير فيه بهذا الشكل هذا في الحلوى. راه كيتجمع وكيعقاد وما كيسيحش من الحلوى.
بالنسبة للشكل الثالث هنايا غادي نزينو بالكاوكاو. هنا الكاوكاو عندي محمر، حمرته وطحنته بالقشور ديالو وهرمشته بهذا الشكل هذا. كناخد الهلال الحلوة ديالي وكندهن النصف ديالها بالكونفيتور وكنديرها في هذاك الكاوكاو باش كيلصق هذاك الكونفيتير مع الكاوكاو في الحلوة. صافي وهنايا غادي نجيب غنجيب واحد الكمية ديال الشكلاط، درتها في طاس بحال هكا ودرتها فوق كاسرونة فيها الماء، يعني غندوبو غير في حمام مريم. ضفت عليه واحد القطرات ديال الزيت باش يعطينا واحد البغيونس في الحلوة مع داك الشكلاط. صافي وكندير في الشكلاط في الحلوة على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. النص درت فيه دهنته بالكونفيتير ودرت فيه كاوكاو، وهذا النص اللي بقى غادي ندير فيه الشكلاط. لكم الاختيار، تقدروا ديروا شكلاط ابيض حتى هو كيجي زوين. وتقدروا في عوض ما تفندوه في كاوكاو يعني تديروا ليها كاوكاو كديروا ليها زنجلان مثلا اولا اللوز ولا الكوك، يعني اي حاجه درتوها فيه راه كتجي زوينه. المهم تتبقى الطريقه ديال التزيين ولا حسب انتي وشنو عندك شنو متوفر عندك. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكملهم كاملين. وكان هذا هو الشكل ديال الحلوى اللي حضرت معكم اليوم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. فبعجين واحد تقدر نخرج 3 ديال الاشكال وممكن نخرج حتى اكثر. اكتفيت غير بهاد الاشكال هادو. الصراحه اشكال كتجي زوينه رائعه وراقيه. مذاقات مختلفه كل والمذاق ديالو، يعني كتحسي بالحلوى مبدله ما كتحسيش انك كتاكلي نفس الحلوى. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. ما تنسونيش طبعا من اشتراكاتكم ولايكاتكم على الفيديو باش تشجعوني اكثر نقدم لكم فيديوهات جديده. تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.